ما في غير راتبي التقاعدي، وهدول ما عم بيدوا شيء. حقك على الحل ما عم بيدي. الوضع كتير مأساوي. شو أزل خيارة ب1000 ليرة. تعبت تعبت كتير. اليوم زيارتنا لبيت الفنان القدير علي الطلاوي. أنا صراحة سعيد إني رح التقي فيه لأول مرة. يعطيكم العافية. يعطيك العافية يا حبيب قلبي. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. نحن أجينا حتى نقول لك أنه نحن كتير بنحبك، وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. إن شاء الله أيامك كلها هيك خير وبركة. الله يخليك والجميع إن شاء الله. الله يخليك. الله. حدا بس ساعدني من الشباب. يعطيك العافية. اهلا وسهلا شرفتوا. الله يخليك. يعطيك اهلا وسهلا شرفتوا. هون هيك ناخذ شوي من وقتكم. تفضل اهلا وسهلا 100 اهلا وسهلا. يلا فوت انا وياك نتعاون. فوت. نحن حابين ناخذ شوي من وقتك، يا ميت أهلا وسهلا. هيك نقعد نسمع حكياتك الحلوين. الله يكرمك لأني حكواتي ما. ايه حضرتك انت قلتي لي مرت ابنه كنتوا. هون ابنك؟ لا بس الفي. اوكي هون الحجه ما هيك؟ فيني اسلم عليكي؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير. الله يطول بعمرك يا رب. نعاد عليكم بالصحة والسلامة. عم بيعذبك؟ لا ما في منه. الله يخليك والله. تفضل نقعد هون بس. يلا تفضل. كيف رمضان معك؟ والله في أحلى، كله بركات رمضان الحمد لله رب العالمين. ما في أحلى من هيك. كانت طقوس أحلى لأنه كان الزمن غير هلأ. تغيرت الطقوس تبع رمضان. عرفت شلون؟ الحمد لله على كل حال. احكي لي انت كيف الحياة معك انت؟ والله الحياة الحمد لله، بس يعني من فضل الله كل شيء تمام. بس الوضع الاقتصادي صعب علينا كثير. الغلا شيء غلا فاحش يعني لا يطاق. يعني قد ما عم بيجي ما عم بيأدي لأنه الواحد يشتري كل شيء بيريده، إن كان أكل أو خضرة أو أي شيء. يعني ما في غير راتبي التقاعدي من لما كنت بوزارة الثقافة، وراتبي التقاعد من النقابة. وهدول ما عم بيدوا شيء لولا أولادي واقفين جنبي. الوضع كتير مأساوي. شو أزل خيارة ب1000 ليرة بدي اشتري؟ لا ما الشغلة لا تطاق. لا كنت بزماني كيلو الخيار ب10 ليرات. البندوراية قد نتفة ب1000 ليرة. قد ما معه الواحد وضع صعب كتير 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 صعب. يعني لأنه أنا تركت من شي 7 سنين. آخر شي إلي كان باب الحارة مع الله يرحمه بسام الملا. عرفت كيف؟ وتركت من الحلقة الرابعة. عرفت شلون؟ على أساس اختلفت أنا وياه. كان متعب كتير الله يرحمه. يعني ما الواحد كان لذلك تركت. عرفت شلون؟ بالنسبة لبقية الشغل ما في غير آخر شي باب الحار. تعبت. السن له حقه. وتاني شغلة تعبت بالوسط يعني الفني. تعبت كتير. في هيك ايام صعبة مرقت عليك ما عم تقدر تنساها؟ والله وقت كان صار في حصار على أدسية لوجود إرهابيين فيها هنيك يعني هون. فصار حصار وكانت أيام صعبة جدا جدا. وقدرنا بقدرة قادر يعني إنه نطلع من أدسية ونروح لعند بيت بنتي ببرزي نيكي، على أساس إنه بعدين ردينا رجعنا استأجرنا بالمشروع، مشروع دمر نيكي، وكانت أجارات عالية. بعدين ردينا انتقلنا من المشروع ل دمر كمان استأجرنا نيكي. تعبنا والله.
تعبنا بهالمرحلة كتير كتير، والحمد لله هلا عايشين من فضل الله تمام. ما عدا شغلة هالغلا، يعني شي لا يطاق. يعني الشيء اللي عم بيجي ما عم بيأدي حقك على الحل، ما عم بيأدي. بتحس حالك انظلمت على الصعيد الإعلامي؟ أنا ما كتير أشوف لك لقاءات إعلامية، فأنت مقصر أو تقصير من الإعلاميين؟ والله أنا ماني مقصر، تقصير من إخواننا الإعلاميين. عرفت كيف؟ والله ظلمت لما صارت الجيل الجديد اللي اجى، الخريج والمعهد العالي وكذا. ايه انظلمت شوي بالشغل معهم، بانه كانوا يعني ما يفسحوا مجال للإدماء. يعني دائما نظرتهم للإدماء شوي تعبانة يعني. عرفت كيف؟ هذا هو بس. أنا بصراحة بس بدي أقول لك إنه نحن بنحبك كتير، وحبينا إنه العافية، وشكرا على هاللقاء الحلو هذا، وجيتكم لهون يعني كتير عظيمة وكتير كلها أثر عندي، والله يشهد. يعني هذا خلاني أنا أحس بأنه وجودي الفني يعني كتير جيد، يعني الحمد لله. ومشكورين على كل شيء ساويته، وعلى هاللقاء الحلو، وخاصة معك يعني. يا حبيب قلبي. الله يطول بعمرك يا الله يطول بعمرك، خلي لك هالعيلة الحلوة. الله يخليك. وأنا بدي أتشكر حبيبة القلب تماضر غانم، كمان هي كانت عرابة هذا اللقاء. وبدي أتشكر مؤسسة سوريا بتجمعنا كمان، اللي هي عم تتعاون معنا بكل حلقات البرنامج. شكرا عفو حبيبي، أهلا وسهلا. شكرا كثير لكم. يلا إن شاء الله من عادة. شكرا يا قلبي. مع السلامة يا قلبي، سلامات. شرفتوا، أهلين وسهلين. بالسلامة بالسلامة. تسلم.